معظم منتجاتنا بنجيبها من الصين عشان اسعارها رخيصة فتطمع المستوردين. بدل ما يفتحوا مصانع في بلدنا تشغل الشباب وتحسن حياتنا، يروحوا يستوردوا كل حاجة من هناك، سبح وجلاليب وكمان ساعات. حتى فوانيس رمضان شباشب وملايات مصنوعة من قطن مصري، قمة الانتهاك واستسهال الربح. مفيش صبر اكيد وانعدام الفكر اللي يبني ويفتح ابواب رزق، يفيد ويستفيد مش همه بس المكسب. راجل اعمال والاسم فاتح مكتب استيراد وتصدير، تصدير فلوسنا لبره والعيب برضو علينا احنا مستهلكين. لازم ناخد موقف ونبطل نبقى عايشين سلبيين. صنع في مصر، صنع في مصر، صنع في مصر، صنع في مصر. كان يا مكان في واحد اسمه طلعت حرب ابو الاقتصاد والصناعة المصرية، بنى مصانع كتير ومشاريع اقتصادية، بناها القرن الماضي بدوافع وطنية. كان هدفه الوحيد الرخاء والتنمية لكل الشعب المصري من غير ما يبقى ليه اي مطامع سياسية. نشر الثقافة والصناعة والتوعية في كل المجالات، سينما، موسيقى، سياحة وطيران، غزل ونسيج، طباعة وحلق الأقطان. أي مؤسسة النهاردة عليها اسم مصر تبقى من إنشائه وأولهم بنك مصر. العصر اللي احنا فيه نفسي يبقى فيه 10 20 30 من أمثاله يبنوا الوطن من جديد ويعيدوا له أمجاده، ينهضوا بالمجتمع ويرفعوا شأن ولاده. صنع في مصر، صنع في مصر، صنع في مصر، صنع في مصر.